تعرف عن خضر عليه السلام؟ شيخنا محمد الشوري هو الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونه. تعليق على هذه الآية حتى نستوعب. يقول العلماء من آيات الرجاء بالنسبة للقرآن. آيات الرجاء هي بأن الله سبحانه وتعالى قال نعطى القرآن لهذه الجماعة اللي هي ما دام طاهم القرآن معناه أنه مصطفين. فرت الأحمد يرى مرات شيء يرى أنه هو إن الله اختار إنه ما دام دار فيهم القرآن إنه اختار إنه قال عندي الواو والنها وقال أن تكتب ما الذهب الوجود عن من أرجاء آيات الله يدخلونها هم كاملين. هو سبق اللي منهم ظالم لنفسه ظالم لنفسه بالأقل شأنه نعم وتدب لهم مقتصده وحد جاءتهم سابق بالخيرات سابق بالخيرات يفتح على الناس كامل إلا الباغية يسجل فيه يدخل فيه ونحن بعد راجين هاي لأن الله سبحانه وتعالى يدخلنا فيه. يقول هو هذا ثم أورثنا الكتاب هذه الوراثة والله هذا التوريث بالحفظ أو بالعمل والله بهما. وبعد نفس المقال يؤتى بقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. والله سبحانه وتعالى قال ذلك نسلكه في قلوب المسلمين لا يؤمنون به. الناس اللي عندها دلالة في القرآن ولا يعامل به ومخالف لأوامره هذه داخل الغرض. رب تعليم القرآن ويلعنهم رب تعليم القرآن ويلعنهم على حد عنده القرآن ومخالفه داخل الغرض من جهة القرآن شديد وفي السامية ينعم الله عليه نعمة كبيرة ويشرف ولا يقبلها يعود معرض الشيء أخطر من ذلك. قال ما لأمهات المؤمنين قالوا من يقوم تكون تعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين قالوا من يأتي يكون الباحث يضاعف له العذاب ضعفين. الإنسان اللي اختار الله وطاه الشيء وخاصه بشيء يعرف عنه الخاص بشيء يعرف عنه هو العتري نزه مشيبك عن شيء يدنسه من البياض قليل الحمل جدا نسي. هذا رجاه مساعد اللي يعود في مقام معين ما يلطي يعود يلعب مع اللاعبين ويضحك مع اللاعبين ويجهل مع الجاهلين. هذا هو اللي دور القرآن الكريم. القرآن الكريم ما هو داعينا للكسل ولا هو داعينا نعود ظالمين ولا هو داعينا لذيك الثاني داعينا لذيك الأخرى. ونفس ما قال إذا سألتم الله فاسألوه والصحابة كانوا يتنافسوا شهر الآخر. القرآن الكريم أكثر من مرة يدعينا للتسابق دائما التسابق سابقوا سارعوا دائما فاتح لنا العدو سابق. هذا اللي سيتعلق منه بالسيف ينجح تلميذ الآن دور ننجح نجبر 10 من 20 غالبا عيار سبقع مسكين وعيوم اللي قاعد لها بالسيف الدائرة. لكن نوع من النجاح ان انت تثبت شهادتك عليه ذاك النوع من القطع عليه هذيك الحاله اللي ماشي بها علاجيه لا غير مرغوب فيك. معناها ان احنا يعطي العدو على كل حال بعد لما قدينا بعد نلحقوا درجات العلا انت بعد حد اللي بعد انت شهادته فيها 75% ولا بعد ما شري والله بعد لما قد يلحق 90%. هذا الامتثال من رأي كان هذا الواو اللي يدخل فيه العامل بالآية الواحدة أو بالأمر الواحد حسب يعني المستطاع لا يدخل فيه نص عليه النووي في رياض الصالحين نص عليه العلماء قال فإن تاب من بعض الذنوب صحت توبته عند العلم بقي عليه الباقي جايبه بباب التوبة توبوا يضع جميعا أيديهم ولم يتوبوا أولئك هم الظالمون آيات التوبة الجاء وابن عاصر ناص توبة من كل ذنب يشترم تجيب فورا مطلقا المطلوب أنا توبة من كل ذنب يشترم تجيب فورا مطلقا وهي الندم شرط الإقلاع ونفي الإصرار وليتلا ممكن الاستغفار وحصر التقوى تجب. هذا التصوف اللي يقول الناس عن التصوف ما هو زين. هو ابن عاصر التصوف إن أنت تقرأ تعرف عن التصوف في شيء زين تعرف عن التصوف ما هو اللي تقول إنه تصوف عدة جوغة. لا بأس قاع خروج شوي عن نص الدرس كما يفعل يعني كما هو العادة دائما حلقات المفتوحة. يستيح الموضوع موضوع اللي أنت ما تعرف الموضوع. قال هو الموضوع أنا عن الموضوع شيء. قال أنا جيب لنا نفس الموضوع أنت هو قال الموضوع. احنا لكن نأخذ شوية على اتجاه ابن عاشر. ابن عاشر معروف عقيدته بعض الموريتاني يقولون أنه مات وقال خاصة ذيك الأولاد اسمع لي نقول تعلق حتى كمان نقول ابن عاشر هذا عليك فيه عبارة عن شرح حديث جبريل
حديث جبريل هو صحيح مسلم. الناس كاملة تعرفها في الأربعين النووية. جبريل مشاهم ولا جاء نفس المطرح للسيرة وشاف السيرة وما جاي يتعلم، هو جاي الأخبار، قال جاي يسول ينعت حسن السؤال وينعت النفس حسن الجواب، ينعت إن إحنا العلم السيرة المهمة اللي قال بأنه جبريل وأتاكم ويعلمكم دينكم. قام ابن عاشر وطلعنا عليه وكان يعد الأبيات للأمي المبتدئين قدرهم الله فيه بالغاية وفي اللي ذكرته الكفاية أبياته 14 تفصيل مع 300 عد الرسل. قال عنها العقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة تجريد السالك. تولي العقيدة الأشعرية يوسم من العلم. قال عبد الحسن كان عندهم الاعتزال، كان عندهم شيء ثاني وهو صالح نرجع عنه في آخر حياته اسمع. واللي هو علم الكلام الدقيقة فيه معروفة اسمع. هذا بعض العلماء ما يرى علم الكلام عنه يتكلم فيه، وبعض العلماء العقائد بلا دليل يجب إجماعه بالدليل. مرة تخالفوا فيه العلماء نعم. الذي طلب الدليل على علم العقائد محل خلاف لأهل العلم نعم. هو طلب الدليل العقلي أنه محل خلاف لأهل العلم. من قال به يحتج ببعض الآيات القرآنية. قالوا لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتها ولو اتبع حقه وامر السياسة عن لو تستخدمها القرآن عن لا مانع ما دام القرآن استخدم لو نستخدم نحن لو السالم اللي يستخدم القرآن عن مخارج الملاحد والخلق اللي ما هو على الطريق لابد من حد يرد لهم يقد يخلى لهم الطريق يتمون يفتنوا الناس ويعود المسلمين ما عندهم حد راد عنهم ولا شيء. وعن الناس ذي وسيلة مشروع أسرع القرآن وعد نفس أما العقل في مثل من الحادي والعقل معتبر شرعا من نصوص شرعية تدل عليه. ابن حزم كتاب الأحكام جاب فاصل كبير لا على العقل هذا لأنه علماء كاملين اللي منهم معتبرين يتكلموا عن العقل عنه ما هو منافي الدين وانه باع اللي هو مرتكزات الدين. والا الاخرين هم عن اللي عدى نفسنا ما عدى لولو للصحابه كتبهم لولو قراهم قل والله احد لا الصمد قراهم طريقه اللي يعرض بها القران ما كانوا محتاجين هذه امور طرات رذاذ شيخ ددو قال عن العلوم اللي طرات عن الناس النافرين هم حتى حالين عن الحال الصحابه ذيك الساعه وحالنا احنا يقتضى أن يطرش. وكل زمن طراب الشيء كان وهو مخالف الإشراع معدل بالدين إنه ما يقول حد على إنه ما قال حد حدا عن الشيخ خليل شغل الناس عن كتاب الله قال ما لم يرد يشغل الناس عن اختصار الحاجة بدليل أنه شرحه بعد أن ألف المختصر. عن هاي المؤلفات كلها مؤلفة طبقة من طلاب معينة والعالم معين يألف أكثر من كتاب في فن واحد للمبتدئين وواحد مرحلة ابتدي ذلك وواحد مرحلة عن هل ابن هشام مؤلف كتب متفاوتة قطر الندى وبدء الصدى وضح المسائل ومغني الليل هذه كلها مستوى معين درجة من طلاب معين. حالا نحن جامعات والثانويات والإعداديات إذا كان كل يؤلف كتب على مستويات معينة. ابن عاشر لا من هذه مسطرة المؤلفات المحضرية اللي كانت معدلة للعلماء كل زمن يؤلف واحدة من المراجع ليش من الأزرق قاموا عدل فيها شو شرح الحديث كامل لين فهم طش شو شرح العقيدة اللي كنت وشرحها. قال احنا ما لم تعدي الموضوع العقيدة ما لي دفعت عندي في إشكال عام ما برد شيء من هاورين قال لهم دغماتك فتضاع لنا عليه كان هون مقابل مع محطة السنة هون في البيت هون شيء ثاني من هذا ورد حل عن ذاك الإشكال اللي لماذا المعاني والمعنويات. هذا هو محل السؤال عندك انت. هذا محل كلام ومحل سيفتي. قال الوقت ما يقدر يكفى الشيء عادي غير نقول حشوي قال لي انا شيبان قال عن بعض اهل العلم يقول ان كان مسلم الله مسلم عنهم يثبتون لله صفه مشتقه ويؤولون بعض الصفات. وعندهم هناك من الحاضرين إن قالوا عن نص هنا وما غير الله قيب الله كالتشبيه بالخلائق أصرفوا عن ظاهره إجماعا أقطع بعضهم عنده هذا رضا كانت عند علماء اللي قالوا رضا عندهم كانوا شيء من ذيك الأمور. وفهم طائفة أخرى من العلم ضدهم منها باب والشخص دي وجماعته نعم قال ما أوهم التشبيه في آياتي وفي أحادها من الصفات هي صفات وصف الرحمن بها واجب بها الإيمان ثم على ظاهرها نبقيها ونحر التاويل والتشبيه قال به 3 قرون والخير في اتباعهم مقرون. قالين يقولوا من تأول فقد تكلفها غير ما له به علم قفا اسمع الحق أن من أصاب واحد سيما إن كان في العقائد ووافق النص ويجمع السلف رد عليهم ياسم رد بالنسبة له هو واصحابه القوم اللي معاه ظاهر لهم عن التأويل ما له بد منه
محمد سالم العدود رحمه الله عليه عليه قصيد نظمه في العقيده، قال فلا أبو بكر يقول اشرحه لي ولا أبو جهل يقول اختلفا بتمام التماثل لا بأس. عن أبو بكر ما شكل عليه، وعلن أبو جهل ما قال عن ذي رواية في القرآن أنه رعش هو متعارض، وعنه يرتوي يخرص، وعن مولانا قالوا عنه كذا. أبو القنصة شح عليهم حتى هو وأضوار بيان قد عليهم عنده فلا يدبر القرآن قد عليهم النار حتى قال عنهم كأنهم قالوا له مولانا والرسول اتبعت على الذي يجي يقضيك حنعلموك الذي لا يقضيك. وقال هو عن لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم من الله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نثبت ما جاء عن الله لله على مراد عن الله وعن رسول الله لله على مراد الله ولا يورطنا قاعدك. اسمع قال عن الصلاة عند تفويض السلف الصالح قام بالدعوة للكتاب، قالوا تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف الصالح لا ينافي الإجراء على الظاهر. زين حتى نعم قام الذي قال له الصاوي وجاب عن العمل بظاهر الكتاب أصلا من الصوف وتم الخطور يجد عليه معارض بكمال الأدب. طب ما قال ما يقول ما هو ذاك المجرح حتى الكلام طلع له ما يجرح، مع انه بعد رد 200 حتى رد له رد بلا اسمع قال عن هذا ما يصح انا ما يقدر يعمل عمل بظاهر الكتاب وسنه من اصل اصول قال عن هذا قاعد ظاهر اللي ظاهر الله هو قاعد لا يتطرق الاحتمال اليه الا تخيلات. قال عن النص لا يوهم غير اللائق بالله. قالوا ما عندكم نص انه غير لائق، قالوا ما عندنا قالوا رووا علماء القدماء مؤلفين في المواضيع قالوا عنه قلتم وجه الله كونهم يخطر فيهم انه يمكنه ان يشبه وجه الانسان، قالوا فاذا كان تختلف بحسب الموصول يعاد وجه القط لا يشتبه مع وجه النهار. كيف يشتبه وجه الله؟ ما هو قاعد شيء يقيس العقل ولا هو شيء يمشي على جهته شيء. قالوا مركتوا ما يصح ولا انتم هم اللي جايتكم مشكله. الواحد فيه ما هو شيء لحد واحد فيه. مولانا اثبت لنفسه وجها ويدا ونزولا وصفاته، هو اعلم بنفسه ولا يسأل عما يفعل. ما معنى عن العلماء اللي خافوا على الناس أن نكفرونهم ولا نقول لهم كذا ولا نبدعوهم ولا نهيشوهم هم ذوك اللي رأوا هذا المذهب هاي اجتهدوها والآخرين اجتهدوا. اسمع وانت مطالب بأنك تبحث عن الدليل وتمشي مع ذلك يظهر لك وتعود مع الحق والعمل بالراجح يقددوا عنه واجب ولا راجح. عمل بالراجح واجب ولا راجح مرده من يترشح عندك ويقوى دليلها توضح لك عن هذا الحق. كونك تتعاقب وتتيول على سبة قال الإمام الفلاني ولا الإمام الفلاني ذاك هو التقليد الأعمى والهواء. ما تعود ماشي متبرك هوناتية مرده تتعرف عنك وانت لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب تتعرف عن نقرأك انت عنده ما هو حق وماشي تعاندوا فإنهم لا يكذبونك. ماشي نقرأك انت دورة تعرف ونقرأ قصة انت دورة تعرف عنده ما هو الحق. يعني تعود ما وضح لك ولا نفسك أديته طلبت العلم وقعدت عند العلماء وبحثت باجتهادك وفهمك أداك لهذا راجل فضلك إن شاء الله تعود معذور. اسمع معذور ما بالتأويل. اسمع علماء اختلفوا في العذر بالتأويل واختلفوا في العذر بالجهل. اسمع زادوا محل ضيق ومحل جهل. اسمع والعقيدة يخلقوا فيها اختلافات يقعوا فيها العذر بالتأويل. اسمع يقع فيها العذر بالجهل أحيانا بعض النقاط لحد ما متواطئين بعض الأمور ما قصدوا بعض أنهم كذبوا القرآن ولا قصدوا أنهم كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه وقع في خطأ شائع في الأمة وانتشر